هالمسلسل وهالبوليميك اللي صاير على المسلسل المحنون اللي نفس الغناية، نفس الموال، كل عام يتعاود، كل عام هو نفسه. مانيش فاهم علاش، والناس عن جهل منها يقومون بفعل ما أراد الناس اللي عملوه العمل هذا انه يحصل. مبتغاهم وهدفهم انهم يتشهروا من البارح لليوم. اسم المسلسل هذا تذكر مليار مرة، واللي ما كان ما في بالوش به ولا في باله به، واللي كان ما اصلا ما مش في برنامجه انه يتابعه ولا يحب يتابعه، تطبيقا للنظرية القائلة كل ممنوع مرغوب. هكا ولا هذا هو اللي صار. السامي الفهري ولا غير سامي الفهري براسمكم على شنو تحبوه يحكي لكم. جديد عليكم ما تعرفوشو، تعرفوه يظهر، وتعرفوا انتاجه شنو هي النوعيه نتاعو، وتتابعوا فيه عندكم على الاقل 12 عام من اللي بدا ينتج. فهمتني؟ توا ولا لكم خايب، رانا ماناش كي قبل محصورين في قناه ولا زوز، وكنا عندنا ديزونتين كهوا، قناه تونس القناه الوطنيه، وقناه 21 وفرانس 2، 3 قنوات، وريون الرابعه. توا عندنا المزمر فينا عنده 3000 قناه في التلفزه نتاعو. فهمتني؟ هو لذلك انتم ما تعرفوش مش ينتج، وتعرفوش مش شنو المحتوى نتاعو، وشنو المحتوى اللي يقدم فيه، وماهوش جديد عليكم، وعندكم معاه استوار تاني، وعندكم معاه تاريخ كما قلت لكم. شنو بيناتكم فلسه كما قال العروي، بدل عليه، وخير واحسن مليار مره من هالاشهار اللي عملتوه له وخليتوه يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. واسمع يا اللي ما سمعتش، واللي كان حتى ما هوش في برنامجه انه يتبعوا ولا يشوفوا ولا يحب يشوفوا، والصغار خاصه والشباب خاصه. هذه الاولى. ثانيا، كما يقول المثل كل إناء بالذي فيه يرشح. هذاك المجتمع التونسي، هذاك المجتمع صحيح اللي عامله خايب وما يلزموش يتعدى، وهنا اللوم على الهيكة، واللوم هالهيكة هذه اللي علاش موجودة ما فهمتش. ما وراقب الأعمال يجي قبل رمضان ب6 شهور ولا قبل رمضان بكذا كذا، يجي انت عندك عمل، انت عندك عمل، اعطيني السيناريو خلنا نقراه وشوف، ومن المان هذا يتعدى هذا ما يتعداش. مش وبعد ما تخذش طوال اللي حب عليه عملوا، معناها انا تعدت الحلقه الاولانيه، وبرا امشي امنعوا تو بقرار محكمه ولا بغير قرار محكمه ولا بقرار حتى رئيس الدوله. والجماعه يقولوا لك المشكله هذه على طاوله رئيس الدوله، كاو ادحيه وكل شيء. رئيس الدوله ما عنده ما يعمل، كل كبيره وصغيره يلزموا تحطوا له راسه فيها وتدخلوه فيها، ناقص ما عنده ما يعمل. معناها هو هذه نورمالمون الاشياء هذه يقع فضها على مستوى وزاره الاعلام ولا وزاره الاتصالات ولا ما نعرفش شنو، ولا الحاجه اللي هي بالشيء هذا الكل. فهمتي؟ ولا وزاره الثقافه ولا ما نعرفش شنو، ولا الاذاعه والتلفزه ولا التلفز ولا شنو، ولا الهيكه ولا ما نعرفش شنو. مش كل شيء ندخلوا فيه رئيس الدوله. هذا الثاني بالثاني. حتى وزاره التربيه دخلت. هيكم اعطيتوه ترخيص باش يستعمل معهد من المعاهد. هيكم اعطيتوه ترخيص، يلزم ترجع تصير مسائله للجهه اللي اعطاته الترخيص باش يصور. ما قبل ما تعطيه ترخيص يجي يا بابا اعطيني، ما عندك انت ها معبين بالموظفين وبالواحد. شنو هو المحتوى اللي مش تصوروا انت غادي كاين؟ اعطيني الموضوع، اعطيني خطوط عريضه، شنو هو الموضوع اللي مش تحكي فيه، وشنو هما المشاهد، وتجيبوا منوب عليكم يحضر يشوف المشاهد اللي مش تتصور في وسط حرم المعهد. شنو هو اذا كان تتعدى كان بها في المستوى، اذا كان ما تتعداش. مش توا بعد ما تخذش راه مكحله ضرب، معناها واضح كل شيء ضرب للمؤسسة التعليمية ولا رجل التعليم وابتذال. وما هيش جديدة راهي الحاجة ذي، ما هيش جديدة. نرجع بكم للتاريخ. مثلا باش نعطيكم مثال بسيط، مدرسة المشاغبين اللي تتفرجوا عليها، تعرفوها مسرحية مدرسة المشاغبين، عادل إمام وسعيد صالح واحمد زكي وكل الجماعة هذيك ويونس شلبي والى اخره. مدرسة المشاغبين هذيك وقت اللي تبثت، اول ما تبثت في الستينات
في اواسط الستينات، فهمتني؟ صارت عليها حرب اعلاميه وبوليميك كبيره، حتى رجال الدين تدخلوا. الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله عمل فيها خطبه كامله كيفاش هذوما يذلوا في رجل التعليم وضرب للمؤسسه التعليميه واذلال وتشليك هذه حكايه اذلال رجل التعليم على مدى التاريخ. ديما اللي رجل العلم واهل العلم ديما مستهدفين من قديم الزمان. نحن العرب او ما يسمى بالمسلمين والاسلام منهم براء، ابعد ما يكون عن العلم، ابعد ما يكون عن تقدير رجل العلم. ما يغركش يراه. ارجع التالي للتاريخ. الامام ابو حنيفه النعمان عالم ولا مش عالم؟ خلينا المذهب الحنفي وما ادراك. كيف مات؟ كيف قتل الامام ابو حنيفه؟ مات تحت جلد الصياط. وشكون يجلد فيه؟ ابو جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور وما ادراك. مات تحت جلد الصياط. الامام احمد بن حنبل كيفاش مات؟ تحت جلد الصياط. الامام السرخسي اكيد راكم اغلبيتكم ما يعرفوش. الامام السرخسي وما ادراك. حبسه الخليفه الحاكم في الفتره اللي عاش فيها 6 سنين. وين؟ في بير. ديما مكروه رجل العلم، ديما مكروه، فهمت؟ حبسوا 6 سنين في بير. في ال6 سنين هذوك ألف 15 مجلدا وأملاها على الطلبة متاعه وهو في قاع البئر. يجيوا الطلبة متاعه يتصنتوا، يجيوا يطلوا عليهم البير من فوق ويتصنتوا وهو يمل عليهم. نعطيكم معناها التاريخ اللي ما يعرفش التاريخ ولأنكم ما تقراوش الأغلبية الساحقة ما تعرفوش التاريخ. ديما معناها حاجة ذي وصولا إلى توا للزمان اللي نحن فيه، اللي ولا فيه أنصاف المثقفين هذوما اللي اسمهم أساتذة معلمين واللي أنا منهم، فهمتني؟ مستهدفين. ديما رجل اللي يعطي العلم ديما مكروه يتشلك ويعملوا له أعمال كي هكا واحد، ما هوش جديد علينا، فهمتني؟ وسلطة الإشراف تقلقت من هالمسلسل، أما ما تقلقتش من شهيري الأساتذة والمعلمين اللي لحد الساعة هذه تو ما تصبت. وزارات الكل في تونس الكلها موظفين الكل في تونس خلصت إلا المعلم والأستاذ ما خلصش. ورمضان وعنده صغار وعنده حجب الأعداد جريمة. عندما يحجب الأعداد ليطالب بحقه جريمة، أما عندما تحجبون عنه مرتبهم هي جريمة. صب ال5 ولايات أنكم صابين كالعادة. والتو اشتر الأساتذة في تونس ما خلصوش إلى يوم الناس هذا. هذا مش إذلال هكا. هذا قدره رجل التعليم. يجي مسلسل ولا غير مسلسل ولا غيره. أما أنا نلوم على الناس اللي في عوض اللي تتفرجوا اللي شادين وعملتوا له إشهار وكل شيء، بدل افسخوها القناه. انا ما نتفرجش عليها. انا جمله انا هاي التلفزيون قابلت كان دوركم مسكره فوق منها صباع غبر ما نحلهاش. كل شيء موجود في النت. والاخبار انا توصلني وظهور لي تعرفوا بروفيلي قبل ما حتى ما توصل للقنوات ونهبط. مش نعمل به التلفزيون، مش نعمل به كي نبدا عيني في المسلسل ويوتيوب قدامي او بي سي نحل يوتيوب نتفرج على اي مسلسل. اعمل كيف الكلكم تلفزكم دي سمارت تي في معناها مربوطه بالانترنت. اي فيلم حطوا ولا اي مسلسل القيامه نتاع ارطغرل ولا اسمه الاخر عثمان مسلسل مزيان، ما فهمتي؟ فما برشا مسلسلات باهي وحطها لصغارك. شد عليك سلاح وقالك تفرج عليه بالسيف يزيد بلا توفيق ويتفرج ويبدا يشحر في عويناته وهو صغيرات وممدود ويشرب في القهوه ويتكيف في الشيشه كل شيء. وكملت الحلقه كمل الجينيريك وكل شيء يجي على الفيسبوك يبدا يكتب ويبدا يسب يبرم شي وزمر منافقين. هذيك حقيقتكم. الدراغ موجود في ما نقولوش في المعاهد قدام المعاهد. الفساد موجود وفما برشا فساد اخر نحشم باش نقوله لكم رايته بأم عيني. فساد اكثر من هكا موجود في حرم المؤسسات وبين التلامذه وبين الطلبه تكري ميكس طفله وطفل. الليزبيانيزم والشذوذ ما نحكيوش. انا اعطيتكم طرف الفتله، فهمتني؟ ما نحكيوش، فهمتني؟ ولذلك كي يجي الإمام علي بن أبي طالب قال أميت الباطل بعدم ذكره. الباطل اقتلوا بأنك ما تذكروش. انتم لا تشدوا تذكروه وتحييه وتعملوا له اشهار. وهي المواقع التواصل الاجتماعي جميعا تيك توك فيسبوك اللي تحب انت، فهمتي؟ كلها تحكي على اسمه هذا. ما نحبش نذكر اسمه باش ما نعملوش اشهار. ما عجبكش ما تفرجش فيه. عندك 3000 قناه في النيل سات وحده.
ما نحكيوش على الساتيليتات الاخرين، وما نحكيوش على نتفليكس، وما نحكيوش على الباقات نتاع اللي بي تي في وما الى ذلك. عندكم كان القناه هذيا افسخها افسخوها، كانكم اصحاب قرار افسخوها. انتم يقولوا لكم هاي البضاعه هذيا غاليه قاطعوها، ما تقاطعوهاش، فما بالك مش تقاطع خلي يخدم شو اسمه هذايا، وخلي ومازال مش يخدم لكم، مازال مش يهبط لكم. هاي لحيتي عامين ثلاثه اخرين لما ظل التصرفيق مباشر تتفرجوا عليه وانت تشرب في صحفه الشرب. هنحضر بعضنا ونفكركم فيه. الله معاكم.